الإهداء لقصة نفيسة صارت لي في اليمن. يا سلام. ولا أنساها، والقصة هذه يحتاجها أنا وتحتاجها أنت ويحتاجها كل شخص. كان في أول زيارة لي لليمن قديما، كان من الأسئلة الكبيرة اللي شغلتني قضية أنه وفق يعني معاييرنا الدنيوية مستحيل أن الرجل اليمني يستطيع أن يصرف على أسرته براتبه اللي هو يستلمه. ليش؟ كان يستلم 15,000 ريال يمني، زين؟ وقيمة كيلو الرز يساوي تقريبا 7,000 ريال يمني. فلهذا أنت في معاييرك الدنيوية تقول كيف يقدر يشتري نص الراتب، كيف يقدر يقعد 30 يوم؟ فسألت رجل كبير في السن، قابلته في مكان كذا عام، فقلت له يا عم أنا عندي سؤال، أنت كم راتبك؟ قال راتبي أظن قال 15 أو حولها. قلت له طيب كيف يا عم؟ يعني كلمني بعقل، كيف تصرفون؟ التفت علي بكل بساطة، والتفت إلي بكل بساطة، ثم قال لي بلهجة يمنية، قال الله موجود. شوف هذا التوكل، انتهى الكلام، انتهى الكلام، هذا التوكل. قال يا ابني ما الله موجود، اترك الدنيا كلها، الله موجود. احنا احتاجنا هالعبارة في الحجر. فأنت حطيتها في هي الإهداء الصفحة الأولى، في الصفحة الأولى، إني أهدي ذلك الرجل